السلام عليكم حبيباتي، مرحبا بكم في قناتي قناة مطبخ حورية. اليوم جبت لكم طريقة تاع العيش مفور بالخضرة والدجاج، ان شاء الله يعجبكم. احنا هنا في جهتنا نقولوا عيش، وانتو كاين اللي يقول بركوكش. المهم نبداو بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. درت زيت، بصلة، نحطو الدجاج الكمية اللي عندك. كما انا هنا حطيت محسوب 2 دجاجات، الخضرة سنارية، جريوات، خردل، فلفل حار، حمص. هناني لحت لفاح المخلط هذاك تاع الذواقة. ضفت التعكيرة الحمراء ماهيش حارة هنا البنات. زدت درت الفلفل الكحل كمية مليحة. ضفت الملح، ما تكثرش الملح. كما قلت لكم هنا الخضرة درت سنارية، جريوات وخردل. ضفت هنا الثوم المرحي، الحمص المرنخ هنا كان في الكونجيلاتير. هنا درت 2 حفنات ونص. ضفت لها طرف تاع شحمة تاع الخروف. هنا راني قصيت السنارية بعد ما قشرتها ونظفتها. نضيفوا السنارية هي الاولى، على بالكم لازم تتقلى، صعيبة شوية في الطياب. ونحطوا البرمة فوق النار تختخ شويه وتكتك وتتقلى مليح. انا من جهه اخرى رحت للعيش كملت فتلته. درك راني نحل فيه، راح نزلقه بشويه فرينه باش نحلوا الكعبات من بعضاهم. هنا البنات ما نعتلكمش زيش فتلت العيش، ما لقيتش شكون يصور لي. هنا حتى ناضوا البنات صوروا لي. نعتلكم العيش هنا مفتول وصاير. راح قلت لكم نزلقوا بالفرينه باش يتفرقوا الكعبات على بعضاهم. نضيفوا كمشة فرينة ونزلقوا بها بالطريقة هذه. تشوفوا كيفاش تفرقوا الكعبات على بعضاهم بطريقة بالاصابع برك. ومن بعد نصيروا هذيك الفرينة اللي بقات هي اللي فيه، ونخلوا العيش باش نحطوه فوق. هنا اللحمة وتقلى، وحطيت منه شوية خليع يتغالى. خليع عندي طرف قديم. هنا البنات نحطوا العيش باهي فور بعد ما صيرته من الفرينة، وحطيته في القصعة كما تشوفوا كمية مليحة. ضفت له هنا شوية زيت البنات باش ما يلصقليش، على بالكم فتول جديد. هنا راني مرقت البرمة وحطيت العيش يفور هاو فار. شوية حطيته فوق المرقة وشوية فوق الماء. الفرة الاولى هذه هاكم كما تشوفوا نحلوها مليح ونعاودو نشربوه. نفرقوا مليح الكعبات على بعضاهم. وهنا ضفت الخردل في المرقة والجريوات. ما تقصوش الجريوات البنات في ساعة تهبى وتذوب لكم. هنا خليتهم بعد نقصهم كي نجي نحط نقدم الطبق تاعنا. نضيفوا ثاني الفلفل حار، وهذه الطرف الاخر اللي فار فوق البرمه الاخرى. كما تشوفوا البنات الجو راهو بارد بارد يقتل. عندنا واحد السم تاع ثلج، صب شويه ثلج ويلقلو غير العيش سخون وحار. نشهيكم في الجنه البنات. نزيدو نشربو شويه، ما نكثروش الماء خاطر ماكش مفتول جديد. نخلوه يشرب مليح ومن بعد نرجعوه يفور الفوره الثاني.
هنا البنات الفرة الثانية محسوبة وتخلوا طياب. هناك نشوفوا الولاد ياكلوا فيه، يحبوه فاير جديد ومفتول جديد. هنا البنات باش قبل ما نلوحو يفور نشربو مليح. هذه التشريبه الثالثه، قلنا نفوروه 3 مرات باش يجينا طري ومليح، ونرجعو يفور الفوره الثالثه بعد ما يشرب. هنا راني نحيت الخضره، بطاطا على بالكم في ساعه طيب، والخردل جريوات ثاني باش نهز اللحم قبل ما يطيب ياسر ويتفتفت. هنا طاب معنا حتى اللحم. لازم نحو الخضره وحدها واللحم وحده باش من بعد نحطو ونقدمو الطبق تاعنا. هنا وصاي فار الفوره الثالثه، نحوه من الكسكاس. والبنات هاو الطبق تاعنا تاع نهار اليوم، عيش بالخضره والدجاج. نتمنى يعجبكم وتجربوه. وهنا قدمت لكم طريقه يعني يكون الشرح تاعي مفيد وفهمتوني. طبعا الفيديو هذا موجه للبنات المبتدئات اللي مازالوا ما يعرفوش كيفاش يطيبوا العيش. واذا حبيتوا كيفاش يتفتل العيش من الاول، ندير لكم فيديو وتشوفوا كيفاه نفتل العيش. الى اللقاء في فيديو جديد.